ممثلة استثنائية من طراز رفيع، نجحت على المسرح وفي السينما والدراما المصرية، وده بسبب أعمالها المميزة اللي لسه في ذاكرة الجمهور رغم إنها ابتعدت عن الساحة الفنية بسبب الاعتزال لحد وفاتها. الفنانة الكبيرة سهير البابلي خلال مشوارها الفني قدمت أعمال كتيرة مع عمالقة الفن، بينهم الفنانة شادية اللي شاركتها بطولة ريا وسكينة، وكانت التجربة الأولى بالنسبة للفنانة شادية على المسرح. وسهير البابلي قالت في لقاء تلفزيوني إن شادية ليها جميل كبير عليها لأنها شاركتها في مسرحية ريا وسكينة، لأن شادية جابت جمهور السينما للمسرح، وقالت إنها هي كمان كسبت الجمهور ده، وأنا طول عمري بشكرها وهي فعلا ليها جميل عليا. وقالت إن اسم شادية هو كان السبب في نجاح المسرحية. والفنانة سهير البابلي اتجوزت 5 مرات. المرة الأولى كانت من محمود الناقوري اللي أنجبت منه بنتها الوحيدة، ولما خيرها بين الفن وبين إنها تتفرغ لتربية بنتها فضلت الفن، وبسبب اختيارها انفصلوا عن بعض. وجوازها التاني كان من الفنان منير مراد أخو الفنانة ليلى مراد، واللي حبها بشدة. أما عن سبب انفصالهم فقالت سهير البابلي إن فارق السن كان كبير جدا بينهم، وهو كان شخص غيور وكان بيعشق المغامرات النسائية، وهي سامحته مرات كتيرة، وإن ليلى مراد اتدخلت مرات كتيرة علشان خاطر تصلح بينهم، لكن علاقتهم وصلت لطريق مسدود وانفصلوا عن بعض. أما الجوازة التالتة فكانت من تاجر المجوهرات أشرف السرجاني، وبعد ما توفى اتجوزت من رجل الأعمال محمود غنيم، وبعد كده اتجوزت من الفنان أحمد خليل، وانفصلت عنه بعد سنتين، وده بسبب الخلافات اللي حصلت بينهم بسبب شهرتها الواسعة. لكن أحمد خليل كان لسه بيبدأ طريق الشهرة. وبالرغم من إن سهير البابلي اتجوزت 5 مرات، لكن ما أنجبتش غير بنت واحدة من محمد الناقوري وسمتها نيفين، ونيفين بتشبه والدها كتير في الملامح والطباع. والفنانة سهير البابلي شاركت في حوالي 50 فيلم، أشهرهم غراء وصراع في الحياة وساحر النساء وهل أقتل زوجي ولوكندة المفاجآت وحياة امرأة. أما رصدها في التلفزيون 17 مسلسل، منهم قلب حبيبة، بكيزة وزغلول، ألف ليلة وليلة، أسطورة عروس البحر، الشاهد الوحيد وغيرهم. أما على خشبة المسرح قدمت حوالي 12 مسرحية، منهم مدرسة المشاغبين، الفرافير، جوزين وفرد، القضية، العالمة باشا، الدخول بالملابس الرسمية وغيرهم. والفنانة سهير البابلي اسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي، وهي من مواليد 24 فبراير سنة 1939، وكان آخر عملها في 2010 لما رجعت من اعتزالها وقدمت مسلسل قلب حبيبة تأليف عبد القوي الغلبان ومن إخراج خير بشارة، وشاركها البطولة أحمد خليل وفتحي عبد الوهاب. وفي سنة 2013 أجرت سهير البابلي عملية زراعة كبد وتحسنت حالتها الصحية، لكن كانت بتتناول كمية كبيرة من الأدوية علشان تحافظ على استقرار حالتها الصحية. وفي نوفمبر 2021 اتدهورت حالتها الصحية ودخلت العناية المركزة. ونيفين الناقوري بنت الفنانة سهير البابلي كشفت تفاصيل مرض والدتها وقالت: أمي في حالة سيئة ودخلت في غيبوبة بسبب وجود مية على الرئة وضعف بعضلة القلب. وفي 21 نوفمبر سنة 2021 رحلت سهير البابلي عن الحياة بعد صراع مع المرض، وكان عمرها وقتها 84 سنة.